اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبيبي يا رسول الله، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه جيده وفي احسن حال. جايين النهارده بايه يا زوز؟ انا هقول لكم النهارده عملنا بقى مع بعض، هنعمل مع بعض عجينه جميله جدا، وهنشوف بقى هنعمل ايه الحشوات بتاعتنا وهنعمل الطريقه بتاعتنا ازاي. النهارده احنا هنعمل بقى ايه؟ غدا بصر يعني صراحه كده. انا زهقانه من السمك، والنهارده يوم السمك بقى، يوم الحد كده عندنا سمك حد وتلات في الاسبوع يعني. بس طبعا زي ما قلت لكم، زي ما انا معوداكم ان انا بكسر الطقوس ده، مش بعتمد باي حاجه من دي خالص. فهنا بقى انا جبت معايا هنا كوبايتين ونص من الدقيق، اللي هما المجين دول كده، مجين ونص من الدقيق. انت عامل ايه يا ابو زياد؟ اعمل بطل ايه؟ هسه. هنحط بقى معلقه من الخميره كده، من الخميره. الفرعوني الكبير الصغير داخل الكبير الصغير. بزرابين تعملوا كوبايه شاي. على طول. احط بقى معلقه من الخميره، هنزل هنا معايا بمعلقه من البيكنج باودر، معلقه من السكر كده، اوبا دي طبعا، الازاز. ومعلقه صغيره هنا من الملح. وبعد كده ننزل بورق الحار. وننزل بورق الحائط. هقلب بقى المكونات العجينه كده ببعضها. ما تنسوش يا جماعه نسمع النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. نبدا كده نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. يلا الجماعه كلهم اسلموا. هنا بقى معايا هننزل بقى بميه العجن كده. انا فكرت هننزل بورق الحائط. والله العظيم انت غريب يا هادي. هات فلوس. نعم. هات فلوس. فلوس ايه؟ فلوس ايه؟ حق اللحمة يعني؟ ها؟ وزي ما شفتوا بقى كده ايه، عجنا العجينه كده. وطبعا شاركت معاكم الكواليس بتاعتنا من وراء الكاميرا. حبيت بقى بصراحه اسيب لكم الفيديو بكل فشل وكل خبراته وكل كواليسه. هتقولي طب شاركت الفيديو ليه معانا يا زوزة النهارده بين منه فشل؟ انا حبيت اظهر لكم بقى الكواليس بتاعتنا وراء الكاميرا. احنا بصوا، عايزه اقول لكم بيبقى في مواهب وراء الكاميرا دي يا جماعه، عشان كده مفيش فيديو بكمله ان انا لازم اسجله يعني. هنشوف نتيجة الفشل بتاعتنا. طبعا احنا عملنا الوصفة بتاعتنا النهاردة وفشلت معانا، العجينة فشلت معايا بصراحة. هنشوف طيب لما هي فشلت شاركتها معانا ليه؟ انا فرشتها ايه؟ انا شاركتها معاكم بقى علشان اقول لكم ايه اللي حصل ورحت فين وايه اللي حصل بقى، والدنيا باظت معايا ورجعت وكانت العجينة فشلت معايا. بس والله ما قصرت يا زوز، ما حبيتش اضيع معاكم النص كيلو لحمه يا جماعه، فاخدت نصها بس كده، خدت ربع كيلو لحمه بقى. وهنشوف ايه اللي حصل في الاخر. وعايزه اقول لكم بصوا، النتيجه كانت سيئه للغايه. يلا بينا نشوفها بقى كده. انا هنا جبت معايا نص كيلو لحمه، حطيت عليهم 3 بصلات بقى، عملتهم في الكبه كده مع قرن فلفل اخضر، ولو عندك فلفل احمر فلفل اصفر حط كمان. عايزه اقول لكم الطعم كان تحفه بامانه، وربنا كان الطعم تحفه بجد. بس هي فشلت من الدقيق بقى، فشلت من اللي حصل. المهم هنشوف في الاخر ايه اللي حصل. وحبيتش بقى برضو بصوا، انا قلت اطلع لكم بقى بالفيديو بكل فشله وطقوسه بقى وكواليسه وبابا غنوجه وسلطاته وطحيناته وكل حاجه. انا بقى ايه، جبت معايا الدهن ده كده. بعد ما عملت بقى اللحمه فرمت عليها البصل والفلفل كده، حطيت جبت حبايه طماطم، قطعتها زي ما انتم شايفين كده، بس شلت القلب بتاعها يعني، اللي هو اللب بتاعها اللي جوه ده، علشان الميه بتاعه الطماطم يا جماعه، عشان ايه ما تعملش، ما تبوظش العجينه معايا. انا شلتها عشان ما تبوظش العجينه، وما شاء الله يعني عملت اللي عليا، بس الوصفه فشلت. انا طبعا عاملاها معاكم قبل كده على القناه يعني، وهتشوفوها. طبعا كنت عاملاها بالنسبه ايه، كنت كاتبه عنوانها اكبر رغيف ايه حواوشي في اليوتيوب. بصراحه النتيجه بتبقى معايا ناجحه كل مره، بس هي المره دي فشلت مني، واقول لكم ايه سبب الفشل بقى. يعني شاركوا بقى يا جماعه معايا الوصفه كده واعرفوا وكل حاجه. والله عظيم عشان تعرفوا بس ان انا ايه معاكم على طبيعتي يعني. وحابه بقى ايه، زي الوصفه بتفشل معايا بتنجح معايا، بتفشل معايا برضو، وحبيت ايه اشارككم فشلي يا جماعه. فشلي والله، فاشله يا زوز، ده فاشله.
هنا بقى جبت اللحمه عليها البصل مفروم، صفيته من الميه عشان برضو العجينه ما تبشنش معايا، بتشنشنش. ومش ناقصين لبخه في الكلام بقى يا زوزة، كفايه اللي انت عملتيه فينا. جبت بقى معلقه توم مفروم، وحطيت معلقه من 7 بهارات، ومعلقه من الملح، معلقه من صغيره من القرفه كده، ومعايا بقى ايه بهارات لحمه. حطي بقى زي ما تحطي التوابل بتاعتك، المهم ايه لو عندك بقى توابل اللي هي الحواوشي دي حطي. بس انا كان عندي اللي هي البهارات المشكله اللي انا بقول لكم بحط منها دي. البهارات دي بتغني عن اي حاجه خالص، شغاله معايا في محشي، في لحمه، في كل حاجه داخله معايا كده وشغاله معايا. هنا بقى ايه هعجن العجينه بتاعتي كده لحد ما تبقى ايه متماسكه كده مع بعضها، ومتداخله كده في بعضها، ومتبله بقى بالتوابل بتاعتي. هعملها واركنها وهقول لكم بقى انا رحت فين وجيت منين. بصوا يا جماعه اللي حصل بقى ايه، ان التليفون بتاعي حرارته ارتفعت جدا، فقلت اعمل له كمادات. عملت له كمادات بيا بقى يا زوز. المهم قلت احطه بقى في الكولمن الميه المكسور، وحطيته في الكولمن، والتيتا في النانا والنانا في التيتا وبابا شايفين بقى. حطيت بقى بعد ما حراره التليفون بتاعتي ارتفعت، كانت مرتفعه يعني يا جماعه، كانت 41، حراره كانت عاليه جدا. التليفون قال والله العظيم ما عدت شغال لا انا ولا انت. طب اعمل ايه طب اجيب دواء خافض للحراره، طب احطه فين؟ المهم جاني فكره عبقريه ان انا احطه في كولمن الميه كده، وحطيته في كولمن الميه. طبعا في ناس صدقت يا جماعه ان انا حطيته في كولمن الميه، وهو العبط مش للدرجه دي يعني يا جماعه. يعني ما تخافش من الايه، من الهبله، خاف من خلفتها. ممكن رحيم ابني اللي يعمل العمله القذره دي. ما علينا. المهم يعني ايه بقى ايه، حطيت بقى التليفون بتاعي لما حرارته ارتفعت يا جماعه، وانا بعمل كده كنت عجنت العجينه وكل الدنيا كانت ماشيه تمام وناجحه معايا. رحت بقى ايه اعمل التليفون حلف بقى، وراح حذف كل الصور. التليفونات اتحذف كل حاجه، والفيديوهات اتحذفت، والدنيا اتحذفت، والدنيا باظت وخربت خالص، وبقيت عامله زي خربتها. ما علينا. المهم بقى يا زوز عملت ايه لما الدنيا بقى خربت معاكي؟ قلت اخد التليفون واروح بقى يا جماعه، عما العجينه تخمر معايا كده واللحمه تتبل معايا، اروح اعمل التليفون بتاعي. فخدته بقى ورحت ايه محل الموبايلات وقلت اعمله. طبعا محل الموبايلات عمل لي الدنيا، عمل لي سوفت وير، والدنيا رجعت تاني. كانت العجينه عايزه اقول لكم بصوا الدنيا حاره اصلا، والعجينه يعني بتخمر بسرعه. فكانت هنا العجينه زي ما انتم شايفين بقى نتيجه الخمران بتاعها خمرت قوي لدرجه ان هي فارت يعني كده، وريحه الخميره ظهرت فيها. فما تبقيش تسيبي العجينه تخمر قوي كده عشان ريحه الخميره معايا. طبعا هترميها؟ لا والله ما هرميها، والله ما هرميها. هعملها بقى اي حاجه وزي ما تيجي. المهم اي حاجه تسد الجوع بدل ما الفرعون يجي. بصي عايزه اقول لكم انتوا شفتوا من نفسكم كده في بدايه الفيديو كان داخل بزعابيبه بقى كده زي زعابيب امشير. المهم هنا بقى ايه هتعملي ايه يا زوز؟ فجبت اللحمه بتاعتي، انا كنت ناويه اعملها ايه رغيفه حواوشي يا جماعه، حواوشي رغيفه يعني. فلما لقيت العجينه خمرت معايا قوي بزياده كده، قلت بس العجينه دي شكلها كده يعني ما عادش يسر ايه لحبيب ولا عد. فقلت اقفلها بقى معايا واعملها ايه فطيره باللحمه كده معايا بكل بقى ايه، وزي ما تيجي. المهم ان انا الحق نفسي واعمل اي حاجه. وطبعا عملت. ومش عايزه اقول لكم بقى على كميه التريقه اللي انا خدتها منه. بس هو طبعا بما ان هو اكلها من ايدي بدل المره 100 مره قبل كده، وكانت النتيجه ناجحه، فهو عارف ان انا اللي اتاخرت. هنا بقى يا جماعه كانت العجينه بقى ايه طفحه من الخمران كده، وخلاص بقى هلكت معايا زي ما انتم شايفين. فكانت العجينه اتقطعت بالمنظر اللي انتم شفتوه ده. اتقطعت ليه؟ والله ما عارفه، والله ما عارفه، والله ما قصرت. انا عن نفسي كباهر يا جماعه انا انبهرت بالنتيجه السيئه دي. بس بجد على قد ما هي كده كانت بقى ايه، انا بصراحه استخسرت بقى احط عليها جبنه موتزاريلا ولا اي حاجه. انا كنت عايزه احط بقى عليها ايه وش كده بيتزا يعني، اللي هو وش الجبن بقى كده على الوش كده، ورشه بقى من حطيت بقى ايه اللي هي حبه البركه دي كده. ودي كانت النتيجه بتاعتي. شفتوا بقى النتيجه كانت عامله زي برجل مسلوخه كده، مسلخه من كل حته، ومش عارفه هي فين ومين مع مين ومين على مين. بس الطعم كان جميل جدا بامانه يعني بأمانة. فما تنسوش بقى يا جماعه يعني ايه اللايك على الفطيره المسلخه دي. والمهم والله انا تعبت يا جماعه، بس هو ما باليد حيل. بس قلت بقى ايه اشاركها معاكم كده علشان احنا طبعا بنشارك كل حاجه مع بعض كده.
فشلها بقى بنجاحها، لازم نعرف نتعلم من غلطات بعض. ودي كانت غلطتي طبعا ان انا مشيت يا جماعه. عايزه اقول لكم قعدت اكتر، يعني قعدت حوالي ساعتين في التليفون ده، لا انا عارفه اسيب التليفون واجي ولا عارفه اكمل الوصفه بتاعتي. فده كانت النتيجه.